ارفع راسك لفوق، ارفع راسك لفوق يا جزائري، ما تزعلش. مش عاوزك تزعل ولا تتضايق، مش عاوزك تزعل ولا تتضايق. منتخبك كبير وان شاء الله يعوض في البطولات اللي جايه، ما تتضايقش ولا تزعل. ولكن بقى، وحط تحت الكلمه ولكن دي 9000 خط. يا جمال يا بالماضي، يا جمال يا بالماضي، تاني بطولة على التوالي مش عارف تعمل حاجة. تاني بطولة على التوالي بتخرج من دوري المجموعات. ده منتخب الجزائر يا جدعان، ده منتخب الجزائر يا جدعان. منتخب الجزائر عنده عدد محترفين كتير في اوروبا، يعرف يستخدم بدل الواحد 100. ما ينفعش، ما ينفعش منتخب الجزائر يظهر بالمستوى ده اللي تاني مرة على التوالي في البطولة. ما ينفعش، لازم الاتحاد الجزائري يصحصح جمال بقى، يجيبه بقى كده. يا عم جمال، انت عندك كل لعيبه، عندك محترفين كتير. في ايه؟ قول لنا ايه اللي في المنتخب؟ ايه اللي في المنتخب؟ قول لي ما هو بقى يوقفوه بقى. ما المنتخب الجزائري علامه استفهام يا جماعه، ده من اقوى المنتخبات العربيه، من اكتر المنتخبات العربيه اللي عندهم محترفين في اوروبا. فانت اللي يظهر بالمستوى ده ويخرج من المجموعات منتخب الجزائر ضايع، ضايع حرفيا، ما ينفعش. فانت بتتكلم ككوره، ما ينفعش المنتخب الجزائري يخرج. هي الخريطه في افريقيا بتتغير على انه على راسنا، بس المنتخب يخرج. يا جماعه انا قاعد بقيت مصدوم. هي البطوله دي غريبه، والبطوله دي هتبقى فيها مفاجآت كتير، ولسه هيبقى فيها مفاجآت. انت متخيل ان كوت ديفوار بيعاني؟ متخيل ان الكاميرون بتعاني؟ متخيل ان منتخب مصر كمان بيعاني؟ والنهارده المنتخب الجزائري يخرج. فحرفيا الكرة في الجزائر، سيبك من الدوري الجزائري، بس الجزائر عنده محترفين كتير. سيبك مننا، الجزائر عنده محترفين كتير. فالمشكلة بقت مش مشكلة لعيبة دلوقتي. ما هو جمال بالماضي اكتر مدرب في افريقيا بياخد فلوس، يعني يعتبر افضل مدرب في افريقيا. هي خلاص بقتش بالفلوس دلوقتي، ما بقتش بالفلوس. ان روي فيكتوريا هو كمان، هما الاثنين جمال بالماضي وروي فيكتوريا اكتر مدربين في البطوله دي بيقبضوا يا باشا، والمنتخبات بتاعتهم ضايعه. ماشي. فانت بتتكلم ان المنتخب الجزائري يخرج النهارده امام موريتانيا، وكل التحيه والتقدير لمنتخب موريتانيا. منتخب موريتانيا اللي قدم النهارده كوره، منتخب موريتانيا اللي عنده مدرب، وناس ما خدتش بالها من المدرب ده. المدرب ده في البطوله اللي فاتت كان مدرب جزر القمر، وعمل معاهم اداء كبير جدا، وجزر القمر كانت مفاجاه في البطوله. ونفس الموضوع كرره مع موريتانيا. فانت بتتكلم هيبتش بالفلوس، مدرب محترم مع فرقه محترمه تعرف تحقق نتائج، تعرف تقدر الفرق. اما المنتخب الجزائري يظهر بالمستوى ده، علامه استفهام. لما المنتخب الجزائري لتاني مره على التوالي يخرج من المجموعات، علامه الف استفهام. انت من 2019 لما المنتخب الجزائري كسب بطوله افريقيا، المنتخب الجزائري ما كسبش ولا بطوله، ما كسبش ولا ماتش في البطوله. فلازم الاتحاد الجزائري لكره القدم يعمل له وقفه بقى. تعالى لي بقى نتحاسب بقى، ورقه وقلم. في ايه؟ قول لي ايه اللي في المنتخب، قول لي ايه اللي في المنتخب وعرفني يا عم جمال. هي جيمي ماشي. فانت بتتكلم ان المنتخب الجزائري يخرج، انا مش مستوعبه لغايه دلوقتي. انا كان عندي امل ان المنتخب الجزائري النهارده يكسب ويتاهل. انا كنت بتمنى ان كل المنتخبات العربيه تتاهل. ما المنتخب الجزائري يخرج، دي البدايه يا جدعان، دي البدايه. ده اول منتخب عربي يودع، واحد من اقوى المنتخبات العربيه، مش في افريقيا بس، يعني ده واحد من اقوى المنتخبات العربيه مش في افريقيا بس، في الوطن العربي. لو جيت تصنف كده مين الاقوى في المنتخبات، اكيد هتلاقي المنتخب، مين اقوى المنتخبات العربيه، اكيد هتلاقي المنتخب الجزائري من اول 5 اكيد. ماشي. فانت بتتكلم ان المنتخب الجزائري قوي جدا، عنده لعيبه ما عندوش. انت لو جيت بصيت بغداد ابو النجاح في مهاجم، في حد يختلف عن بغداد ابو النجاح ان مهاجم؟ حد يختلف عن رياض محرز جناح؟ كان قاعد النهارده، بس القصه مش هتختلف. لعيبه موجود خامات، دولت اللي جابوا البطوله في 2019. فلازم تفوق، لازم اتحاد الكره الجزائري يفوق شويه بقى، يقول له تعالى يا عم جيمي وشوف القصه ما بقتش فلوس يا جماعه. القصه ما بقتش فلوس، القصه ما بقتش فلوس انك تجيب مدرب بياخد الوفات ولا ملايين. القصه بقت قصه مدرب بقى فاهم كوره وواعي للكوره وعارف يوصل المعلومه للعيبه. بص هات لي كده مدرب موريتاني بيقبض كام؟ هتلاقيه بيقبض حاجات بسيطه بالنسبه لجمال بالماضي.
فعلامة استفهام على خروج المنتخب الجزائري من دوري المجموعات. فمش عايز اخواتي الجزائريين يزعلوا، هارد لك ومبروك لاخواتنا الموريتانيين على تأهلهم لدور ال 16. سلام.